قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. وقال صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق رسول الله. لماذا فرقتنا المذاهب ومزقتنا الطائفية حتى أصبح أمر إخواننا المسلمين لا يهمنا وأمرنا لا يهمهم؟ لماذا نرى أوضاع إخواننا المسلمون في السودان الشقيق ونظل صامتون؟ أمهات تقتلى وأطفال تذبح، مذابح وإبادات جماعية بالآلاف، في كل ثانية تمر تزهق فيها أرواح، يدفنون أحياء، يصلبون ويشنقون ويعذبون، كل هذا وتسمى بالحرب المنسية كأمة مسلمة واحدة. أليس لهم علينا حق النصرة؟ ألم يئن الأوان لكسر الصمت الذي لا يليق بأي مسلم حر؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا لم ينطبق علينا كلام نبينا فنحن لسنا من الإسلام في شيء. نحن أبناء الشعب اليمني في أوضاع لا تسمح لنا بأن نقدم لهم شيء، فأوضاعنا لا تختلف عن أوضاعهم في شيء، ولكن لنتكلم لنصرخ من شأنهم، لنهتف ونسمع العالم بأسره أصواتهم. فالنصر لإخواننا السودانيون، والعار والخزي لمن عاث في الشعوب فسادا وإجراما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.